السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة شيوة تسنيم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي طاغطو لي صواغي. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاج واحد الاناء غادي نضرب فيه 120 غرام ديال الزبدة، غادي نضيفو قبيصة الملح وغادي نضيفو كاس ديال السكر الخشن. غادي ندمج المكونات مع بعضياتها. وغادي نضيفو واحد الكيس من السمن سكر الفانيلا. غادي ندمج المكونات. غادي نضيفو 2 المعالق ديال الزيت المائدة. من الاحسن الزبده تكون خارجه، تكون بدرجه المطبخ. كتشوفوا معايا نسيت ما خرجتهاش، داكشي علاش باقا قاصحه. غادي نضيفو الكاس الاول ديال الطحين. بالنسبه لهاد العجين راه ما كتحتاجش تدلك، يعني نجمع المكونات صافي. غادي نضيفو الكاس الثاني، غادي نضيفوه بالتدريج، ما غنضيفوهش كامل في دقه واحده. كيف كتشوفوا غادي نضيفو النص المتبقي. غادي ناخذ واحد الورق ديال الطبخ، غادي نضيفو فيه داك العجين ديالنا وغادي نطلقوه بالمدلك. الا ما متوفرش يمكن لنا نطلقوه غير بالطحين. كيف كتشوفوا كنديروا شويه ديال الطحين وكنطلقوا العجينه ديالنا بالمدلك. غادي ناخذ دوك القوالب ديالنا، غادي نضغطوا بهم على العجين ونحيدوا الجوانب. كيف كتشوفوا كنحيدوا دوك الجوانب كاملين، كيولوا عندنا بهذا الشكل. كيف كتشوفوا غادي ناخذوا داك العجين، غادي نضيفوها لدوك القوالب، غادي ناخذوا العجينه وغادي نضغطوا، نقادوها غادي نضغطوا على الجناب كامله حتى بالنسبه للعجينه ما تكونش غليظه كيف بزاف، ما كتشوفوا بهذه تكونش الطريقه اللي كندير انايا. كيف كتشوفوا كنضيفوها وكنضغطوا بهذا الشكل. غادي نعاودهم كاملين بهذيك الطريقه اللي درت. ضروري نضغطوا باش العجين تشد، ضروري نضغطوا باش تجي مقاده. نجرب معكم الطريقه الثانيه. ناخذ العجين ونضيفوها فوق هذوك القوالب.
الطريقه اللي بانت لكم مزيانه ديروها. نضغطوا عليه من الجوانب. غادي نحيدو العجين الزائد وغادي نضغطو. هنا بعد ما كملتهم كيجيو بهذا الشكل. غادي ناخذ واحد الفرشيط غادي نثقبوهم باش ما يتنفخوش لينا في الفران. وغادي نشعلو عليهم من التحت والفوق على نار مهيله. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا وخرجناهم من الفرن. ندوزو دابا باش نحضروا الكريمه. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نضيفو فيها صفر بيضه. غادي نضيفو 2 الاكياس منسمه الفانيلا. غادي نضيفو 2 المعالق ديال السكر. وغادي نضيفو تقريبا واحد 2 المعالق ديال الحليب. باش نخلطو بهذا الشكل. بعد ما خلطناه غادي نضيفو سيدرة الحليب. وغادي نضيفو 2 معالق كبار من كريم باتيسير. نخلطوهم مزيان عاد نضيفوهم فوق النار. غادي نديرو على نار مهيله وحنا كنحركو حتى يعقد لينا كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نضيفوا ليه واحد نص معلقه ديال الزبده مارغرين. كندوبوها وسط الخليط وكنحيدوه. كندخلوه للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه. من بعد كنخرجوه وكنطربوه كيف كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل. وكنعمروهم بهذه الطريقه كيف ما لاحظتوا. وكنشكلوهم كنزينوهم على حسب التيسير اللي متوفر. وهذا هو الشكل النهائي. وغادي نضيف لهم الناباج الملمع اللي غادي يعطيهم واحد اللمعه. الا بغيتوا الطريقه ديال تحضير الناباج قولوا عليا في التعاليق باش نحضروا معكم فيديو جاي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. وبالصحه والراحه.